أهلا بكم في تحليل جديد لوضع نادي برشلونة المالي والفني هذا الصيف. أهلا بك. الوضع مازال معقدا ويفرض قرارات صعبة. صحيح، الحاجة لبيع كبير بيعة ضخمة صارت واضحة للكل. للعودة لقاعدة الواحد للواحد وتسجيل اللاعبين الجدد وحتى تجديد عقود بعض الحاليين. نعم، مثل فيرمين لوبيز نفسه أو حتى مارك كاسادو لعقد جديد، وهذا يضع مستقبلهم هم بالذات على المحك. بالضبط. كاسادو وفيرمين شابان تألق الموسم الماضي مع فليك. لكن الحاجة المالية ممكن تجبر النادي على التضحية بأحدهما. المصادر اللي عندها تتكلم عن نقاش داخلي جاد، مين يروح مين يبقى. خلينا نبدأ بمارك كاسادو. يا أخي، قدم موسم الصراحة ممتاز جدا، صحيح، استغل غياب بيدري وجافي وديونغ. وأثبت نفسه كلاعب وسط، خاصة دفاعيا عنده صلابة. نعم، عنده قدرة على استعادة الكرة، وهذه صفة نادرة بهذا المركز في برشلونة مؤخراً. ميزة فريدة فعلا. لكن للأسف أصيب قرب نهاية الموسم، وهذا حد من مشاركاته شوي. والآن نسمع كلام جدي عن اهتمام أتلتيكو مدريد. نعم، والسيميوني بالذات هو يحب هذا النوع من اللاعبين المقاتلين. وهنا تيجي المعضلة، هل يبيعوه بمبلغ كبير يقال بين 40 و50 مليون؟ مبلغ ممتاز طبعاً لحل الأزمة المالية وتسجيل الصفقات الجديدة اللي نسمع عنها. جوان غارسيا، راشفورد، روني بردوجي، حتى الحارس تشيزني. أوه، هل يتمسكون فيه لخصائصه الدفاعية هذه اللي يصعب تعويضها؟ بالضبط. هل ممكن تلقى بديل بنفس المواصفات بسهولة؟ المصادر تجمع إنه صعب تلاقي لاعب شاب بنفس مواصفات كاسادو الدفاعية بدون ما تدفع مبلغ كبير. وفليك نفسه يقال إنه يقدر هالنوعية من اللاعبين. أكيد، لكن شوف عودة جافي ومارك بيرنل من الإصابة ممكن يغير الحسابات. توفر بدائل داخلية تماماً، وهذا اللي النائي يراقبه أكيد قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه. طيب، هذا كاسادو. ننتقل لفيرمين لوبس. الوضع مختلف شوي. مختلف جداً. فيرمين دوره هجومي بحت، كان شعلة الموسم الماضي. سجل أهداف حاسمة، عوض غياب داني أولمو المصاب بشكل ممتاز. مساهمته الهجومية كانت لافتة جداً، وهذا طبيعي يجذب الأنظار. وأبرز المهتمين حسب صحيفة سبورت مانشستر يونايتد. نعم، كلام عن عرض ممكن يوصل 70 مليون يورو. مبلغ ضخم جدا. لكن هنا الموقف يبدو مختلف من ناحية المدرب فليك. كيف المصادر تؤكد أنه فليك متمسك جداً بفيرمين، رافض تماماً فكرة رحيله. يعتبر لاعب مهم لأسلوبه؟ بالضبط، عنصر مهم في الديناميكية الهجومية اللي يبغاها، لدرجة أنه رفض عرض تبادلي من تشيلسي كان فيه نكونكو. مثير للاهتمام، لكن عملياً إذا بنفكر فيها، أليس تعويض لاعب هجومي أسهل شوي؟ ممكن، بوجود رافينيا وعودة أولمو والكلام عن راشفورد، الخيارات الهجومية قد تكون متوفرة أكثر. هذا المنطق له صدى داخل النادي بالتأكيد. بيع فيرمين يجيب فلوس أكثر، 60 أو 70 مليون. وهذا اللي برشلونة محتاجه بشدة الآن. صحيح، والبعض قد يرى أن وجود بدائل هجومية يخلي رحيله فنياً أقل ضرراً على المدى القصير، نظرياً على الأقل. وهذا يرجعنا للنقطة الأساسية، الحاجة الماسة للمال. مهما قال لابورتا وطمأن، الواقع يقول إنهم بحاجة لبيعة كبيرة هذا الصيف، لتسجيل اللاعبين وتحقيق شوي استقرار مالي. بالإضافة طبعاً لانتظار العوائد الأخرى مثل الاتفاقية اللي يتكلموا عنها وعودة اللعب في كامب نو. المستهدف في سبتمبر ضد فالنسيا إن شاء الله. والأمر اللي يخلي بيع كاسادو أو فيرمين مغري جداً مالياً هو إنهم خريجي لاماسيا. ربح صاف 100% للنادي. صحيح، وتشير بعض التسريبات إن الميل الداخلي إذا اضطروا قد يكون نحو بيع كاسادو. ربما لأنه صعب ترفض أرض مثل عرض أتلتيكو، أو لاعتقادهم بوجود بدائل في الوسط مع عودة المصابين. ممكن جداً، مع أن اللاعبين نفسهم لا كاسادو ولا فيرمين يبغون الرحيل. أكيد، وهذا يزيد الموضوع صعوبة إنسانية أيضاً. لكن بالنهاية ضرورة المالية قد تكون لها الكلمة العليا. القرار النهائي بيعتمد على موازنة دقيقة بين رؤية فليك الفنية وبين الحسابات المالية للإدارة الرياضية. والخلاصة اللي تطلع من كل المصادر هي هذا التوتر. توتر بين الحاجة للمال وبين الحفاظ على جوهرتين أثبتوا نفسهم من الأكاديمية.
ويبدو حسب التحليلات إن تعويض فيرمين هجومياً قد يكون أسهل. بوجود البدائل الحالية أو المحتملة، بينما إيجاد لاعب بنفس خصائص كاسادو الدفاعية هذا هو التحدي الأكبر استراتيجياً. إذن برشلونة أمام قرار صعب جداً هذا الصيف. الحاجة للمال تدفع لبيع نجم شاب، وكل خيار له تبعاته. وهذا يتركنا مع سؤال للمستمعين للتفكير فيه. بالنظر لوضع الفريق الحالي، الضغط المالي، الخيارات المتاحة، أي تضحية ممكن تكون كلفتها الاستراتيجية أكبر على برشلونة الموسم الجاي؟ التخلي عن لاعب الارتكاز الدفاعي الصلب كاسادو؟ أم التخلي عن لاعب الوسط الهجومي الحاسم فيرمين لوبيز؟ سؤال صعب.